لا تتحدث عن أبنائك أمام أحد، لا تتحدث عن صحتك أمام أحد، لا تتحدث عن مشاريعك أمام أحد، لا تتحدث عن سعادتك أمام أحد، لا تتحدث عن زواجك وبيتك أمام أحد، لا تتحدث عن أهدافك أمام أحد، لا تتحدث عن أموالك أمام أحد، لا تتحدث عن ترقيتك أمام أحد، لا تتحدث عن الأشياء التي تتميز بها عن غيرك أمام أحد. احذر أن تتحدث بها أمام الغريب، وأما القريب فليكن الحذر أشد. والسؤال: هل هذه اللاءات صحيحة فعلا؟ أم أننا انتقلنا من الحذر إلى الهوس، ومن الوعي إلى سوء الظن الدائم، ومن شكر النعمة إلى الخوف من الاستمتاع بها؟ أنا هنا أتساءل فعلا وأريد الجواب منكم. متى يكون الكتمان حكمة؟ ومتى يتحول إلى مرض؟ وأما بنعمة ربك فحدث. هل المقصود أن نحدث الناس عن النعمة تباهيا، أم نحدث الناس بها شكرا وحمدا؟ وهل يكفي الحمد بيننا وبين الله عز وجل، أم من الضروري أن يعلم به الناس؟ وهل الناس سيئون إلى هذا الحد؟ هل فقدت نعمة وكان السبب هو الحديث بها أمام الناس حسب ظنك؟ آخر سؤالين: هل نجاحك هذا تميزك سبب لجلب العداوة؟ وهل الكتمان كان أحد سبب هذا النجاح؟ تعليقاتكم هي الاستبيان الحقيقي والإجابة الواقعية لهذه الأسئلة، ومن خلالها أستفيد أنا والمتابعين. بورك.